القصة ماشي غير خسارة ماتش كورة، القصة هي كيفاش تحول حلم مصر في كان 2025 لكابوس بسبب كذوب، أعذار خاوية وفشل تكتيكي ذريع. في فبراير 2024 حسام حسن جا باش يرجع هيبة الفراعنة والروح القتالية، ولكن في المغرب شفنا نسخة ضعيفة بزاف غايبة فيها الهوية الكروية ومبنية على الارتجال. في الماتش الكبير ضد السنغال مصر سددت كرة واحدة فقط على المرمى في 95 دقيقة. حسام حسن حط بلوك دفاعي ميت وعزل صلاح ومرموش وخلى السنغال تسيطر كيف بغات. ملي خسر حسام خرج كيقول كاين مؤامرة في التوقيت والسفر بين أكادير وطنجة. الحقيقة هي أن البرنامج كان معروف من قبل، ومصر سافرت في طيارة خاصة والسنغال ربحت حقها حيت صدرت مجموعتها. قالوا باللي لوطيل في طنجة كان عيان واللعابة ما نعسوش، والواقع باللي نزل برشلونة استقبلهم بممر شرفي وصورهم في الحيوط وكل شيء كان توب ديال التوب. ملي تقطعت بهم السبل اتهموا الحكم بالرشوه، ولكن التحليل التقني كيبين باللي ما كاين حتى غلط مؤثر. حسام بغى غير يدوخ الصحافه باش ما يسولوش على التكتيك الفاشل. حسام كيستعمل التاريخ واستبعاد الكؤوس باش يغطي على الحاضر، كيوهم اللعابه باللي افريقيا كامله حاقده عليهم. هاد عقليه الحصار ضرات المنتخب اكثر من نفعته. عوض ما يركز على الكرة، حسام وإبراهيم حسن دخلوا في استفزازات مع الجمهور المغربي اللي كان كيساندهم في البداية. هذه التصرفات خلت مصر معزولة قهريا. مصر محتاجة تدبير عصري وتكتيك حقيقي، ماشي نظريات المؤامرة والكذوب. الحقيقة مرة، ولكن هي الطريق الوحيد باش يرجعوا الفراعنة